شاومي ريدمي نوت 4. نزلت منه في الاول نسخة ميديا تك، ولكن احنا النهارده معانا نسخة كوالكوم سناب دراجون 625، وبتكون اوكتا كور تردد 2 جيجا هرتز وكورتكس اي 53. معالج رسومي ادرينو 506، وهما الاتنين و3 جيجا رام و32 جيجا ذاكرة داخلية، عاملين اداء محترم مع بعض، وهنشوفه في الجيمنج ريفيو. جهاز ابعاده 151 في 76 في 8.5 ملم، شاشة 5.5 بوصة فول اتش دي 1080 في 1920 بكسل، بتتكون من 401 بكسل في كل انش، ومالتي تاتش لحد 10 صوابع. من الجزء الاعلى فوق الشاشة هنلاقي كاميرا 5 ميجا بكسل بتصور فيديو لحد فول اتش دي، سماعة المكالمات، شوية سنسورز. الجزء اللي تحت الشاشة بيكون فيه زرار التنقل في الجهاز، وهي زرار مضيئة وتقدر تتغير اماكنهم براحتك من داخل السوفت. ظهر الجهاز بيكون فيه كاميرا 13 ميجا بكسل اف 2.0، وبتصور فيديو لحد فول اتش دي 30 فريم في الثانية، و اتش دي بس لحد 120 فريم في الثانية. وتحتها فلاش دوال تون حار وبارد والبصمة وبراندنج مي، وفي الجزء اللي في النص بيكون معدن، ومن فوق ومن تحت بلاستيك عشان الشبكات. الجزء الاعلى بيكون فيه الانفراريد والنويز كانسليشن مايك، و3.5 ملم منفذ السماعات. الجنب ده بيكون فيه الفوليوم لوكرز والباور، والجنب ده بيكون فيه مدخل الشرائح اللي لو احتجت كارت ميموري لازم تستغنى عن شريحة من الاتنين، وهي اللي بتكون النانو. هنا بيكون عندنا السبيكر والمايكرو يو اس بي وميكروفون المكالمات. اول حاجة عايز اتكلم عنها في الجهاز هي البصمة. اداء البصمة محترم جدا، ولا يقل عن اي بصمة في شاومي، واللي الصراحة شاومي بتتميز جدا في الموضوع ده من حيث سرعة البصمة ومكانها، بيكونوا مميزين جدا. الشاشة، شاشة الجهاز 5.5 بوصة فول اتش دي 1920 في 1080. تحت أشعة الشمس مش هتواجه أي صعوبة في استخدام الموبايل نهائي، سواء على الإضاءة المتوسطة أو الإضاءة العالية. أنا عن نفسي بستخدمه على الإضاءة المتوسطة وبشوف جدا، وبشوف وكل حاجة زي الفل. الكتابة على الجهاز هتكون مريحة جدا، لأنه أبعاد الجهاز كويسة، والجهاز مالتي تاتش لحد 10 صوابع، لذلك عمره ما هيهنج معاك وانت بتعمل أي شيء. الجهاز على انتودو بيكون محقق في قرابة 61,000 نقطة، وطبعا ده أقل من نسخة الميديا تك. ولكن خليني بصفة عامة أقول لك إن الكوالكوم 625 بيكون اقتصادي في الطاقة عن الميديا تك، ولكن عن نسخة الميديا تك، ولكن اقتصاده في الطاقة ده مش هيأثر على أدائه في أي شيء. الريدمي نوت 4 فيه كمية سنسورات لا بأس بها، ولكن من أهم السنسورات اللي الناس بتهتم بيها جدا هي سنسور البوصلة. وسنسور الجيروسكوب من أهم السنسورين اللي الناس بتهتم فيهم في الجهاز. البوصلة عشان تحديد الأماكن والمواقع وبيساعد الجي بي اس كويس، والجيروسكوب عشان خاطر الفي ار واللعبة والألعاب على الفي ار والكلام ده كله. والريدمي نوت 4 بيدعمهم، وبيدعم كمان اكتر منهم بكتير، ولكن هم دول اللي بيهموا معظم المستهلكين، او اللي المستهلكين بيدوروا عليهم في الموبايل اللي بيحبوا يشتروه. الكاميرا يعتبر من اهم الحاجات اللي المستهلك بيدور عليها، ولكن في الفئة المتوسطة ما تدورش على كاميرا كويسة، او ما تدورش على كاميرا تكون احترافية في التصوير. عايز تصوير يبقى تشتري كاميرا، ما تشتريش موبايل عشان تبقى محترف تصوير فيه. ولكن كاميرا الريدمي نوت 4 في النهار وفي الإضاءة الطبيعية بتديك صور أكتر من ممتازة، ولكن في الإضاءة المنخفضة وفي الأماكن المظلمة بيكون في شوية نويز واضحين. ولكن لو في أماكن داخلية وإضاءة عالية هتكون برضو صورة ممتازة. لا تقلق، في الديسكريبشن هيكون في شوية لينكات فيهم شوية صور أنا مصورها في جميع ظروف الإضاءة، ادخل اتفرج عليهم واحكم بنفسك على صور مرفوعة بالجودة الحقيقية بتاعتها. كاميرا
ابلكيشن ماي او الابلكيشن الديفولت بتاع شاومي محتاج شويه تعديلات. اي نعم في شويه مودات جميله زي البيوتي مود والنايت والبانوراما والتايمر والاوديو والحاجات دي كلها، ولكن ينقص شويه تعديل سوفت وير. اي صوره بتصورها بيه لازم تثبت جدا والا الصوره هتطلع بايظه. على سبيل المثال الصوره دي انا عشان صورتها وانا بتكلم فالصوره بتطلع اوت اوف فوكس، انما لو ثبت ايدي كويس بتطلع صورة حلوة. على عكس ابلكيشن جوجل لما جربته زي ما بجربه في اي موبايل عادي، ممكن اصور صورة وانا بتكلم وبهز ايدي وبتطلع الصورة زي ما انا عايز بالظبط. يبقى كده الابلكيشن بتاع مي محتاج شوية سوفت وير ابديت هوائية هتظبط وهيبقى 100 فل. الكاميرا الأمامية جميلة جدا في ظروف الإضاءة العالية أو في الإضاءة الطبيعية، إنما في الإضاءة الضعيفة بيبدأ يظهر نويز واضح جدا. الصوت ما واجهنيش أي مشكلة في سماعة المكالمات، ولا أنا ولا الطرف الآخر اللي بكلمه. السبيكر اللي موقعها ممتاز هنشوف صوتها عامل إيه. زي ما سمعنا الصوت عالي ونقي مفهوش تشويش جامد، ده عشان خاطر مكان سماعة موقعها كويس ومش مكتومة لذلك الصوت عالي. البطارية، وعشان يبقى وختامها مسك سبت البطارية للآخر وأنا قاصد الكلام ده. البطارية بتشحن في 3 ساعات و20 دقيقة، وقت كبير جدا. طبعا مش بيدعم الشحن السريع فده وقت كبير. طب ال3 ساعات و20 دقيقة دول يستاهلوا ان هو يأخروا؟ ايوه. البطارية بتعدي السكرين اون تايم 8 ساعات مستريح على عكس نسخة الميديا تك. لما الجهاز اتساب 1 يوم و12 ساعة فون ايدل كان استخدام البطارية 6 ساعات سكرين اون ما بين تصفح والعاب ومشاهدة فيديوهات وكده. لما الجهاز قعد 10 ساعات سكرين اون تايم ما بين تصفح ولعب وساعتين منهم استخدام انترنت 4G كان متساب فون ايدل 18 ساعة و42 دقيقة، يعني قول 19 ساعة فون ايدل و10 ساعات سكرين اون. يعني اعتقد دي من اهم سبب يخلي اي شخص ان هو يشتري الجهاز ده وهو مطمن لو باقي العيوب اللي ذكرناها ما تهمهوش في اي شيء. فكده هيبقى خلاصة الموضوع كله ان الموبايل ده متميز في التصميم في السعر وفي الاداء وفي البطارية بس. هل باقي العيوب تمشي معاك او ما تمشيش معاك دي حاجة انت اللي تحددها. دي كانت مراجعتنا لشاومي ريدمي نوت 4، موبايل في الفئة المتوسطة ولكن بأداء ممتاز. يا ريت لو عجبتك المراجعة ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناة، ولو عندك أي استفسار أو سؤال سيبوه لي في الكومنت سيكشن تحت وأنا هرد عليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.